إلا صادفتي هاد الفيديو وسمعتي حتى الآخر غادي تلاحظي حاجة غريبة، غادي تلقاي راسك تبدلتي والعادات ديالك تبدلات وليتي امرأة جديدة، ماشي حيت شي حاجة خارقة وقعات، ولكن حيت هاد الكلام بسيط وصادق وكيهضر معاك نتي، والأجمل حتى أنا ملي كنت كنوجد ليكم هاد الموضوع لقيت راسي كنطبق بزاف ديال النقط بلا ما نحس، وحسيت براحة داخلية قبل حتى ما نشاركها معكم. فهمت واحد الحاجة مهمة، كاين تفاصيل صغيرة في حياتنا خاصها غير شوية وعي باش تبدل كل شي، لهذا كنقول لك سمعي، ركزي وخذي غير اللي حسيتي كيهضر معاك، وصدقيني غادي تكتشفي فرق ما كنتيش متوقعاه. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نفهموا الاهتمام بالنفس بطريقة مختلفة، أعمق وأصدق، لأن بزاف ديال الناس كيعتقدوا أن الاهتمام بالنفس هو غير لبس زوين، ميك اب وعناية خارجية، ولكن الحقيقة الاهتمام بالنفس هو علاقة بينك وبين روحك، هو كيفاش كتهضري مع راسك، كيفاش كتسامحيها، كيفاش كتحتضنيها حتى في أسوأ لحظاتها. اليوم غادي نكتشفوا مع بعضنا 5 الأنواع ديال الاهتمام بالنفس، كل امرأة محتاجاهم باش تعيش بهدوء، بتوازن وبحضور أنثوي حقيقي. أولا الاهتمام الجسدي ماشي غير الشكل بل الراحة، الاهتمام بالجسد ماشي غير أنك تباني زوينة، ولكن أنك تحسي براسك مرتاحة داخل جسمك. مثلا كاين الفرق بين وحدة لابسة زوين ولكن تعبانة وعيانة وما نعساش ومهمومة، وحدة بسيطة ولكن مرتاحة ناشطة وكتشع بالطاقة الإيجابية. جسمك ماشي عدو، راه بيتك، وإذا ما اهتميتيش بيه ما غاديش يعطيك الطاقة باش تعيشي مزيان. الاهتمام الجسدي علاقتك بجسمك ماشي غير شكلك، الاهتمام الجسدي ماشي غير نكون باينة زوينة قدام الناس، ولكن هو كيفاش كنعيش داخل جسمي، واش مرتاحة فيه، واش كنحس بيه ولا غير كنستعملو. بزاف ديال الناس كيعتنيو بالمظهر ولكن كيهملوا الإحساس، كيبان الجمال من برا ولكن من داخل يعلم به الله كاين تعب، إرهاق وحتى تجاهل. جسمك كيهضر معاك كل نهار، ولكن واش كتسمعي ليه؟ سمعي الجسم ديالك، راه أهم مهارة منسية. الجسم ديالك كيعطي إشارات، تعب، راسك يضرك، تقول، ألم، خنقة، ضيقة، ولكن بزاف ديال الناس ولا ديال النساء كيطنشوا هاد الإشارات وكيكملوا يدفعوا نفسهم حتى كيطيحوا في خطرة. مثلا كتحسي بالإرهاق ولكن كتقولي ما عنديش وقت نرتاح، حتى كيوصل الجسم ديالك لمرحلة كيوقفك بزز منك. إلا حسيتي بالتعب وقفي، خودي بوز صغيرة في النهار، شنو غيوقع، فين كاين المشكل، سولي راسك شنو محتاج جسمي دابا. الجسم ما كيخونكش، هو راه غير كينبهك. الاهتمام الجسدي ماشي هدفه الكمال ولكن الانسجام، باش تكوني ساكنة في جسمك براحة كتحسي بيه وكيحس بيك، لأن المرأة اللي كتهتم بجسمها بلطف ما كتكونش غير زوينة، كتكون حاضرة واثقة ومتصالحة مع نفسها. هذه واحد القصة ديال جسم إلا كان كيعيط لك وانتي ما كتسمعيش. كانت كاينة واحد السيدة نسميوها حنايا سعاد. سعاد كانت واحد المرأة نشيطة بزاف، كتفيق مع الفجر، كتوجد الفطور، كدير شغل الدار، كتهلا في دارها وفي ولادها، كتكمل نهارها كامل وهي كتجري كتجري كتجري، ما كتنعس، ما كترتاح، ما كتجلس. من برا كلشي كيشوفها مرا قوية ما كتعياش، ديما واقفة على رجليها وكيقولوا لها حادقة سعاد، حادقة. ولكن من الداخل كاين واحد الصوت صغير كيقول ليها سعاد راكي عييتي، ارتاحي شوية. أول مرة حست بحرق الراس خفيف، قالت عادي غير إرهاق وكملات.
من بعد ولات كتفيق مع حريق الظهر، قالت ما عنديش الوقت نرتاح وكملات. من بعد ولات ما كتنعسش مزيان، كتفيق مدقدقة وعينيها ثقال. ولكن نفس الجملة، خاصني نوض تابعني شغل ديال الدار. نهار على نهار الجسم ديالها كان كيزيد يعيط، ولكن هي كانت كتسكت الصوت ديالو بالخدمة، بالمسؤوليات، وبخاصني نصبر. حتى جا نهار سعاد ما قدرتش حتى توقف، جسمها وقفها بزز منا، طاحت مريضة، كان خاصها ترتاح ماشي يوم ولا جوج ولكن مدة طويلة. وهنا لأول مرة جلست مع راسها، بلا جري بلا ضغط بلا مسؤوليات، وسمعت داك الصوت اللي كانت كتهرب منه سنين. علاش ما سمعتيش ليا من قبل؟ وبدات تبكي، ماشي غير على المرض ولكن على السنين من الإهمال. قالت في الداخل ديالها كنت كنظن أني قوية، ولكن الحقيقة أني كنت كنقسى على راسي. ومن داك النهار سعاد تبدلات، ما ولاتش كتسنى حتى يعيط الجسم باش ترتاح، ولكن كتسول شنو محتاج جسمي دابا. إلا عيات كتوقف، وإلا حست بالثقل كتخفف عليها الشغل، وإلا بغات ترتاح ما كتجلش راسها بالذنب. بدات تكتشف حاجة غريبة، ملي ولات كتهتم براسها ولا عندها طاقة كتر، راحة كتر. ولكن ديك الطاقة وديك الراحة بالراحة، ممكن وصلت الفكرة. وحتى الحوايج اللي كانت كديرهم ولات كديرهم بحب، ماشي بالإجبار. العبرة الجسم ديالك ماشي عدو، وماشي آلة كتخدم بلا توقف. الجسم ديالك راه كيهضر مع كل نهار، بالتعب، بالآلام، بالإرهاق. وإلا ما سمعتيش ليه غادي يجبرك تسمعي ليه بالقوة. ما تسنيش حتى توصلي لهاد المرحلة، وقفي اليوم وسولي راسك شنو محتاج جسمي دابا. حيت الاهتمام الحقيقي بالنفس كيبدا من لحظة صادقة، فين كتقرري تسمعي لراسك قبل ما تضطري تسمعي للآلام. نعسي مزيان، لأن الجسد ديالك محتاج للنعاس، محتاج. ماشي تنعسي 4 ساعات وتقولي لا كافية، خاصني نوض نعمل هادي ونعمل هادي، تابعني هادي تابعني هادي. لا، نعسي، خلي الوقت ديال النعاس 8 ساعات. النوم راه ماشي رفاهية، راه أساس. كاينة وحدة مثلا نعطيو حنا أبسط مثال، وحدة كدير الميكاب يوميا ولكن كتنعس 4 ساعات، كتلقاي البشرة ديالها متعبة وكتغطيها غير بداك شي شوية د المكياج. كاينة وحدة أخرى كتنعس مزيان، كتلقاي بشرتها طبيعية، ما كاينش الإرهاق نهائيا. كتحسي بأن ما شاء الله البشرة ديالها فيها النور. حاولي تنعسي نفس الوقت كل ليلة. والتليفون قبل النعاس بنص ساعة صافي نحبس، ونعمل واحد الروتين بسيط، الهدوء يكون في البلاصة النعاس ديالي، ونعمل تنفس عميق. انا ضروري من التنفس عميق، لان التنفس العميق كيصلح النفسية ديالك، كتبقايش عندك القلق والتوتر، وفي نفس الوقت كيعالج بزاف ديال الامراض. الا ما نعستيش راه الجسم ديالك ما غاديش يقدر لا يصلح راسو ولا يتصلح، لا البشرة لا الطاقة لا المزاج. سؤال، واش كتاكلي باش تعمري الفراغ ولا باش تغدي نفسك؟ الأكل ماشي غير باش تشبعي، الأكل رسالة كتقوليها لجسمك أنا كنحترمك وبغيتك تكون بخير. مثلا فاش كتكوني معصبة ومقلقة واش كتاكلي بزاف بدون وعي، راه ماشي جوع، راه مشاعر محتاجة اهتمام. ما تحرميش راسك ولكن وعي شنو كتاكلي. زيدي الحوايج الطبيعية، الخضر الفواكه، نشرب الماء بزاف. سولي راسك واش انا فعلا فيا الجوع ولا غير كنحاول نهرب. الجسم ما كيعاقبكش، هو غير كيتفاعل مع اختياراتك.
وحاجة أخرى، الجسم محتاج يتحرك ماشي يبقى محبوس. الحركة ماشي ضروري تكون نشترك في نادي رياضي، ولكن الجسم ديالك مخلوق باش يتحرك. كاينة وحدة كتجلس طول النهار وكتحس بالثقل والكسل والضيق وتقول ما نعرف مالي، غير منين بدات تمشي 20 دقيقة كل نهار تبدل المزاج ديالها كامل. ندير واحد التمشية خفيفة، ندخل البيت ديالي، نسد عليا نخدم واحد الأغنية، نحرر ديك الطاقة اللي فيا كاملة، نشطح 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 ونحرر ديك الطاقة اللي فيا. تمارين خفيفة في الدار حتى هي مزيانة، تبعها كاينين بزاف ديال الكوتش كيعطيو تمارين نتبع معاهم. كاين حتى تمارين صينية، انا كيعجبوني التمارين الصينية كنعملهم يوميا. كياخدو مني 10 دقايق 20 دقيقة إلا كثرت. الحركة كتحرر الطاقة وكتخرج التوتر من الجسم. كيقولوا الحركة بركة وحياتك خاصها تعاش ماشي تتأجل. هاد المثل ديال الحركة بركة راه أسلوب حياة. الجسم ديالك ماشي مخلوق يبقى محبوس بين الحيطان ولا يعيش غير في روتين دار وخدمة دار وخدمة. راه الحياة دايزة، الجسم محتاج يتحرك يبدل جو، يشم ويتنفس. جربي حاجات بسيطة ولكن هتشوفي الفرق، كتفرق بزاف. خرجي للطبيعة مع العائلة وحتى داك الاستعداد للخروج كيكون فيه فرحة خاصة يمكن أحسن من الخرجة نفسها. غير داك التوجاد قبل الخروج كيخلق واحد الجو من الفرح والمرح والسرور ليك ولوليداتك ولمولدارك. مرة ديري برنامج صغير، سيروا خرجوا شويو على برا ولا تجمعوا سيروا للبحر. تخيلي معايا وقت الغروب، الهوا نقي، كتمشي على الما معاك اتاي ولا قهيوة كيكة وشي حاجة خفيفة. هاد اللحظات بسيطة راه ما كتعوضش ولكن كتعمر الروح، كتعمر الروح. حتى إلا ما كانش عندك الفلوس، خرجي تساري في السوق وتفرجي، بدلي الجو. وإلا شفتي شي حاجة عجباتك قولي إن شاء الله ملي يكون عندي فليسات غنرجع نشريها. المهم تحسي بالحياة، ما تبقايش تحجي ما عنديش الفلوس باش نخرج، حيت بهاد المبررات كتمرك أجمل أيام حياتك بلا ما تتعيشيهم. خلقي جو ديال الفرح بنفسك، ضحكي تحركي بدلي الطاقة ديالك. الحركة ماشي غير الجسم، الحركة كتطلق حتى النفس من الضغوطات، لأن المرأة ملي كتحرك ماشي غير كتبدل ولا كتبدل المكان، راه الحالة ديالها كاملة كتغير. وحتى الاهتمام بالجسم اللي خص تكون عناية يومية كتعطيها لراسك. فاش كديري دوش كتهتمي بالبشرة ديالك، كتعطري، راه ماشي غير روتين، راه رسالة حب لنفسك. ديري روتين عناية بسيط وثابت، يكون فواحد الوقيتة ثابت نخصصو غير للروتين ديالي. نلبس حوايج مريحين كيخليوني نحس براسي زوينة، ما ننتظرش مناسبة باش نعتني أنا براسي، لا، العناية اليومية كتعلمني أنا نستاهل نهتم براسي بيا كل نهار. العناية اليومية ماشي شي حاجة كبيرة وصعيبة، ولكن روتين بسيط كيصنع الفرق الكبير. خاصك تخليها عادة يومية، تنظيف وترتيب واهتمام بالتفاصيل. بدلي الملابس الداخلية كل نهار وحتى الملابس الخارجية حاولي تجديها يوميا. عارفة ممكن تقولي مازال نقية لبستها غير البارح، ولكن الفرق ماشي غير في النظافة، راه الفرق في الإحساس. ملي كتبدلي وكتلبسي حاجة نقية مرتبة وكتهتمي براسك كتولي كل نهار تحسي براسك مرة جديدة. حتى في الدار ماشي ضروري تكوني خارجة باش تكوني مقادة،
حتى مالين الدار ملي كيشوفوك ديما نظيفة ومرتبة نفسيتهم كتبدل معاك، والجو كامل كيولي أخف وأجمل وكلو طاقة إيجابية. ديري عطر خفيف ماشي ضروري غالي، غير ريحة زوينة ومنعشة كتعطيك إحساس بالنقا والطاقة والنظافة. مهم بزاف إلا دخلتي الكوزينة وطيبتي ما تبقايش بنفس الحوايج قبل ما تاكلي، سيري بدلي وتهلاي فراسك شوية وغادي تلاحظي الفرق. حتى الإحساس ديال الأكل كيتبدل وكتحسي براسك مرتاحة ونقية وكتاكلي بحب. العناية اليومية ماشي غير شكل، هي رسالة كتقولي فيها لراسك أنا مهمة وأنا كنستاهل نكون مرتاحة ونقية كل نهار. لأن المرأة ملي كتعتني براسها في التفاصيل الصغيرة كتخلق حياة زوينة بلا ما تحتاج مجهود كبير. النوع ديال النساء الماريو ديالهم عامر حوايج زوينين جداد وحتى غاليين، ولكن فين كيلبسوهم؟ غير في المناسبات. كتلقى راسها في النهار العادي لابسة أي حاجة ما مرتاحاش وما حاسة حتى براسها، كأنها كتقول لراسها بلا ما تحس أنا ما نستاهلش نكون زوينة إلا كان شي سبب. وهنا كتبدا تعيش واحد النوع من الحرمان الصامت، حرمان ماشي من الفلوس ولا من الحوايج، ولكن من الإحساس بالاستحقاق. عندك بيجامة زوينة ولكن كتقولي نخليها لنهار تكون معروضة. عندك عطر بارفان كتبغيه ولكن كتستعمليه غير في الخرجات. عندك الباز كيخليك تحسي براسك زوينة ولكن كيبقى معلق في الماريو. شحال من نهار خاص داز وانتي ما عشتيش. الحياة ماشي غير مناسبات، الحياة هي النهار العادي اللي عايشاه دابا. لبسي زوين اليوم، تعطري اليوم، تقادي اليوم، ماشي باش الناس يشوفوك ولكن باش انتي تحسي براسك. لأن الاهتمام الجسدي الحقيقي هو أنك ما تحرميش راسك من الإحساس بالأنوثة ولا الراحة حتى في الأيام العادية، حيث انتي ماشي مناسبة، انتي تستاهلي كل نهار. تكلمنا على النوع الأول اللي هو الاهتمام الجسدي، دابا غنتكلموا على النوع الثاني اللي هو الاهتمام النفسي. كيفاش كتعاملي راسك؟ أخطر حاجة ممكن ديريها هي أنك تكوني قاسية على نفسك بلا ما تحسي. مثلا كتغلطي غلطة صغيرة وكتقولي لراسك أنا فاشلة، أنا ما كنسوى والو، أنا ما عندي قيمة. ولكن إلا كانت صديقتك غلطات شنو كديري؟ غادي تقولي لها عادي كلشي كيغلط، كتبسطي لها الامور وكتخليها مرتاحه. علاش كتكوني حنونه مع الناس؟ علاش وقاسيه مع نفسك؟ راقبي الحوار الداخلي ديالك، بدلي الكلام السلبي بكلام لطيف ايجابي. تعلمي تقولي انا كنحاول وهذا كافي. الاهتمام بالنفس راه خاص النفسيه ديالك تكوني صديقه ليها ماشي عدوه ليها. كاين حتى واحد النوع ديال النساء كيبداو بشوية الإهمال، نهار على نهار، نهار على نهار، حتى كيتحول لهم العادة. كتقول ما عنديش الوقت، عندي الدراري، الدار ما كتساليش من الشغل، كتحط راسها مسكينة آخر اللائحة. شوية بشوية كتفقد داك الإحساس الزوين براسها، ما بقاتش كتشوف راسها زوينة ولا مستحقة للعناية. حتى طاقتها كتولي طافية، وجهها دابل، حالتها حالة. ومع الوقت ماشي غير الشكل اللي كيتبدل، حتى الحضور كيضعف والثقة كتنقص. لأن المرأة فاش كتهتم براسها كتزيد الثقة في نفسها، كتحس براسها زوينة. بزاف ديال الأمور كتغير في حياتها، والعلاقة مع الشريك كتولي فيها برودة. علاش؟ لأنها هاملة راسها
هو كيخرج كيشوف الجمال على برا، ملي كيرجع للدار كيلقى المرا طافية حالتها مسكينة، هو راه ما كيعطيشها اعذار باش يقول لا، راه مسكينة عندها الولاد عندها الشغل عندها راه كيهموش داكشي. هو خاصو يرجع من الخدمة يلقى مرا نقيقية زويونة لابسة مزيان مصايبة شعيرها مقادة راسها معطرة، لأن ماشي حيت الجمال اختفى ولكن حيت هي نفسها أصلا بعدت على نفسها ما بقاتش كتهتم بنفسها. والحقيقة صعيبة، الأيام كدوز والسنين كتجري والعمر الصغير ما كيرجعش. شحال من مرة كتفيق في واحد اللحظة كتشوف راسها وصلات مثلا كبرات وهذا وكتحس بالندم، كتبقى تشوف البنيتات الصغار والناس مهتمين براسهم وداكشي كتقول فين كنت وعلاش نسيت راسي. ولكن الاهتمام بالنفس ماشي أنانية ولا ماشي ضد المسؤوليات. تقدري تكوني أم وزوجة ومسؤولة وفي نفس الوقت تكوني كتعتني براسك، أنثى معتنية براسها. ماشي خاصك وقت كبير، خاصك غير قرار صغير، خاصك غير تنظيم الوقت. ما تبقايش آخر وحدة كتفكري فيها. علاش؟ لبسي مزيان حتى في الدار، لبسي مزيان حتى في الدار، كوني أنيقة في دارك، لأن داكشي كيأثر حتى على الوسط اللي انت عايشة فيه، وليداتك، راجلك، جيرانك، حبابك، صحابك. قولي أنا، حتى أنا راه أنا مهمة، أنا مهمة. لأن المرأة ملي كترجع لنفسها كتولي كتشرق من الداخل ومن الخارج، وهذا الإشراق كيبان في كل شيء. طبطبي على نفسك، راه محتاجاك. كاين لحظات فين خاصك ما تكونيش قوية ولكن تكوني حنونة على راسك. طبطبي على نفسك، دلعيها، اسمعيها شنو باغية ماشي غير شنو خاصها دير. حيت بصراحة شحال من مرة كتكوني عيانة مريضة ولا نفسيتك هابطة ومع ذلك كتقولي لا، خاصني نوض، خاصني نطيب، خاصني ندير الشغل الدار، ما يمكنش يضيع علي النهار بلا شغل، الدار تبقى مرونة. ولكن الحقيقة راه انتي اللي كتضيعي راسك بهاد الطريقة وكتحمليها فوق طاقتها حتى كتهلك. سولي راسك بصراحة، واش انتي صديقة راسك ولا عدوة ليها؟ علاش كتعذبي نفسك بهاد القساوة؟ علاش؟ شنو فيها الا خليتي داك النهار ليك ولا خليتي الدار مرونة؟ شنو غادي يوقع؟ شنو غادي يوقع؟ فين كاين المشكل؟ شنو فيها إلا قلتي اليوم غادي نرتاح؟ راه الشغل ما غاديش يهرب، ولكن صحتك نفسيتك وراحتك إلا ضاعوا كيرجعوا بصعوبة. ماشي لازم تعيشي في جري جري كل نهار، نظمي وقتك، قسمي مجهودك وخلي مساحة لراسك ترتاح وتنفس. ديري روتين بسيط، شوية الخدمة شوية الراحة شوية وقت ليك. لأن الاهتمام النفسي الحقيقي هو أنك توقفي في وسط الضغط تقولي حتى أنا مهمة وكنستاهل نرتاح. حيت المرأة ملي كتكون مرتاحة نفسيا كتبان زوينة، كتكون خفيفة وكتعيش الحياة ماشي غير كتجري فيها. اليوم شاركت معكم جوج من أهم أنواع الاهتمام بالنفس، الاهتمام الجسدي والنفسي. مازال كاينين 3 الأنواع أخرين غادي نطرق ليهم في الفيديو الجاي، الاهتمام العاطفي والعقلي والروحي، وبهم غادي تكتمل عندك الصورة وتقدري فعلا تطبقي هاد الشي في حياتك. إلا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. كانت معكم نوفا كوتش في تطوير الذات، مع السلامة.